السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد الإيد. النهاردة بإذن الله تعالى احنا هنبدأ نعمل في مربات، وأول حاجة نعملها مربى بيض الجزر. طبعا الجزر ده وقته، وطبعا مع الجزر موجود في كل حتة ومعسل ورخيص. يعني احنا عملنا كيلو، مثلا الكيلو ما بيكملش 5 جنيه. يعني الموضوع كله مش هيكمل معانا حاجة خالص. احنا بنشتري مثلا البرطمان ب40 جنيه و50 جنيه. هنعمله في البيت ان شاء الله بطريقة حلوة وبنفس نفس قوام ونفس الطعم، ويمكن احلى ان شاء الله من بتاع المصانع. طبعا احنا مش هنقول على المكونات دلوقتي، ان اهم حاجة نجيب الجزر زي ما احنا شايفين، وهنعمله بالمبشرة، او اللي عنده امكانية في الخلاط بتاعه انه ممكن يعمله، مفيش مشكلة خالص. بس انا عملناه بايه؟ بالمبشرة. وده كيلو جزر مبشور، واخدنا معاه نص كيلو سكر. الكيلو الجزر ليه نص كيلو سكر طالما في وقته ومعسل. ممكن على حسب الرغبة ممكن تحط كيلو الا ربع، مفيش مشكلة. ولو طبعا الجزر مش في وقته بيبقى مسخ شوية، ممكن نحط كيلو مفيش مشكلة. بس انا بنحط هو كده مظبوط. الكيلو جزر عليه نص كيلو سكر. اول حاجه هنعملها، طبعا احنا مش هنقول اي مكونات دلوقتي، لما ناخد اول خطوه نعملها. اول حاجه هنحط السكر على الجزر ونقلب. وطبعا المربات، احسن حاجه بتتعمل فيها المربات ان احنا ننقع المكونات بتاعتنا اللي هي السكر مع الحاجه اللي احنا نعملها. لازم يتنقع عشان السكر ياكل مع الجزر، والجزر او الحاجه بتاعتنا تنزل الميه بتاعتها منها فيها، ومحدش مش هنحط عليها ميه خالص. بس لازم اهم حاجه تتنقع. طبعا احنا كده هنسيبها تتنقع، نقلب كويس الاول ونسيبها في التلاجة تتنقع اقل حاجه 12 ساعه. يعني مثلا لو من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل مفيش مشكله، اهم حاجه تتنقع عشان تاكل في بعضيها وتستوي وتدبل معانا. وبعد كده انا دلوقتي كده ايه، اقلب كويس كده، وطبعا نغطيها بالستريتش عشان ما تلقطش اي ريحه ولا اي حاجه. احطها في التلاجة دلوقتي، وبعد ما تطلع هقول لكم نعمل ايه. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما نقعنا الجزر بتاعنا مع السكر اكتر من 12 ساعه. طبعا هو حضرتك زي ما انتم شايفين، هو نزل الميه بتاعته اهو، دي كل ده سكر وميه. احنا مش هنحط له ميه خالص. هو ولسه كمان طبعا لما يتحط على النار هينزل ميه. طبعا احنا اول حاجه نعملها هننزله على النار دلوقتي، بس اهم حاجه نجيب حله يعني تخينه عشان ما يلزقش مننا ويبوظ في الحله. طبعا احنا هنحط بعد كده طبعا المكونات بتاعتنا. هننزل بقرفه و كده خلاص حضراتكم. هو بعد ما غرفنا حطينا كمان المربى في العلب اهي. شوفوا حضراتكم، يعني ده كيلو جزر ما اتكلفش معانا حاجة خالص. احنا لو هنجيبه من بره ده ولا 50 60 جنيه، ما اتكلفش معانا خالص، ويعتبر نفس الطعم ونفس القوام. ما شاء الله. جربوه ومش هتندموا. ولو ممكن تحطوا بدل الجيلي المشمش جيلي برتقال. انا ما لقيتش اصلا جيلي برتقال فحطيت جيلي مشمش، وبرضه يبقى نفس يعني طعمه كويس ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. وشكرا، بشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتشترك في القناة. وأي حد عايز أي حاجة يقول لي وأنا أعملها له من عينيا الاتنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كده هننزل بعود قرفة خشب وكم واحدة قرنفل كده 4 5. ده طبعا بيدي طعم حلو جدا جدا للمربى بتاعتنا. هتبدأ كده المية بتاعتنا تنشف منه. هننزل بعصرة ليمون عليه عشان يقعد معانا، ونقلب. وكده خلاص قرب يستوي يعني كده. بعد كده 3/4 سوا، دقيقتين كده، ونحط الجيلي بتاعنا. هننزل بعد كده بقى بكيس الجيلي بتاعنا، هنوزعه كده ونقلب كده، يدينا القوام بتاعنا اللي هو بتاع الجاهز بالظبط ان شاء الله، نفس الطعم. بس طبعا هنسيبه طبعا برضو لحد ما ينشف الميه بتاعته خالص. بعد كده هننزل بعود قرفة خشب وكم واحدة قرنفل كده 4 5. ده طبعا بيدي طعم حلو جدا جدا للمربى بتاعتنا.
كده خلاص اهي، مفيهاش ميه خالص، واستوت اهي بقى كويسه جدا وقوامه حلو. طبعا هنسيبها بقى تبرد وبعد كده نحطها في العلبه بتاعتها واوريكم بعد كده الشكل النهائي بتاعها. كده خلاص حضراتكم اهو، بعد ما غرفنا حطينا كمان المربى في العلب اهي. شوفوا حضراتكم يعني ده كيلو جزر، ما اتكلفش معانا حاجه خالص. احنا لو هنجيبه من بره ده ولا 50 60 جنيه، احنا ما اتكلفش معانا خالص ويعتبر نفس الطعم ونفس القوام ما شاء الله. جربوه ومش هتندموا. ولو ممكن تحطوا بدل الجيلي المشمش جيلي برتقال. انا ما لقيتش اصلا جيلي برتقال فحطيت جيلي مشمش، وبرضه يبقى نفس يعني طعمه كويس ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. بشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتشترك في القناه، واي حد عايز اي حاجه يقول لي وانا اعملها له من عينيا الاتنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.